اللي عندهم الشحمه في الكبده محناهم ما عرفوا ما يديروا ليها. كاينه وليداتي الوصفه اللي غتهنيكم من الشحمه في الكبده، غتهنيكم وليداتي من السكر. السكر يكون مرتفع وكيهود. بهاد الوصفه وليداتي تبعوها وعطيوها لبعضياتكم في سبيل الله يجيب لكم الشفاء. الله يجعل سيدي ربي يسهل عليكم. هانتوما الوليدات غتجيبوا الخرشف، ها الخرشف هو هذا، غتجيبوه بحال كرطي وديروا واحد بحالكم في النهار، كديروا قدوك في النهار، تاخذوا واحد جوج عروش وديروا لهم بحال هكا، ديروا لهم بحال هكا وليداتي. تكون واحد القاميله تكون كبيره تكون موجوده، حين ما غديروا لا في كوكوط لا والو، في قاميله. الساعه اللي تشوفوه غلا غتغسلوا هذا مزيان بالماء بارد وديروا في ديك القاميله وتكبوا عليه واحد 3 يطرو تاع الماء. بدا يغلى حيدوا حطوه طفيو عليه البوطه وخليوه تيبرد يعود كلمه، وغادي تبداو تستعملوا فيه. فين ما يضركم العطاش هذا الكاس يكون حداكم، تعمروه وليداتي وتشربوه قبل الماء. تخليه واحد شويه في الداد ديالكم شربوا عليه ميها تا هو راه، ولكن كيصفي ما يخليش الشحمه في الكبده، ما يخليش وليداتي السكر. 4 ايام ان شاء الله غتعودوا بخير وعلى خير. عطيوها لبعضياتكم وليداتي. الناس اللي عندهم الشحمه في الكبده محناهم ما عرفوا ما يديروا ليها. كاينه وليداتي الوصفه اللي